السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم في فيديو جديد لأكلة جديدة، وبسم الله نبدأ وصفة جديدة. النهاردة هنعمل أكلة بسيطة قوي، خفيفة. ممكن تتعمل للناس اللي بتعمل دايت، أو ممكن للناس معدتها تعبانة، أو عايز تعمل أكل سريع كده هو صحي، ما يكونش فيه كالوريز كتير ولا فيه أي نوع من أنواع الفاتس. باختصار شديد، هي طبق سلطة و شريحتين بانيه بس مشويين. هنشوف مكوناتنا ايه مع بعضينا. دلوقتي دي مكونات السلطة عندي، عبارة عن طماطم، فلفل رومي، اللي حابب يضيف فلفل شطة دي حسب الرغبة، خيار، وذرة. واهم عنصر في السلطة النهاردة هو الذرة. انا الذرة بصراحة بجيبها اللي هي المعلبة، وبشطفها من المحلول بتاعها اللي هي المادة الحافظة. يعني بصراحة بستسهل يعني عشان اقول لكم الصراحة. فلازم الذرة مهمة قوي في الوصفة ديت. في ناس عايزة تضيف فلفل احمر، فلفل اصفر، طبعا دي حاجة ترجع لكم. الدريسنج بتاعنا بتاع السلطة بسيط جدا، عبارة عن زيت زيتون، عصير ليمون، وملح وفلفل، بس كده. آم، دلوقتي ودوت طبق تقديم مجهزينه اهوت. احنا بس فرشناه بالخس الافرنجي مش البلدي، لان الافرنجي هو بس بيديني شكل كده شيك شويه، وزي يعني ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق. فمهم قوي الشياكه في التقديم، وطريقه التقديم تبقى لطيفه وطيبه. اوكي. دلوقتي هنحط الجريل بتاعنا، وهنرشه رشه بسيطه من يعني اي زيت، سواء زيت ذرة، زيت عباد، زيت افوكادو، زيت لوز، ايا كان الزيت، بس طبعا مش زيت زيتون، لان زيت الزيتون ما بيتحطش على النار. احنا هنا اهوت كنا متبلين البانيه في بصله بملح وفلفل وصويا صوص. بسم الله. ده الجريل ما سخنش لسه. ثواني كده على القطعه التانية قبل ما الجريل يعني يشد حيله شويه. بدأت بسم الله. هنا هنوطي عليها، او هنسيبها بس الاول تاخد الصدمه بتاعتها عشان ما تنزلش ميتها، وبعد كده هنوطي سنه صغيره علشان تستوي. ويفضل طبعا ان البانيه ما يكونش رفيع، يكون فيه سنه تخن زي ما احنا هنا شايفين كده اهوت، تخين معانا مش رفيع قوي، على اساس المشوي لما تحط البانيه رفيع بينشف معانا. عقبال ما البانيه كده اهوت ياخد الصدمه بتاعته، نحضر السلطه بتاعتنا ونحط الدريسنج عليها. ده زيت الزيتون، عباره عن معلقتين كبار، وهنا عصير ليمونه كبيره، وملح وفلفل. بسم الله. تدخل الالوان لطيف قوي، يعني الاصفر مع الاحمر مع الاخضر، يعني العين تحب الشكل ده من الالوان.
بس كده. هنبص بص على على الجريل. تمام. هنوطي سنة صغيرة لمدة دقيقتين. نغرف هنا السلطة. بسم الله. دي هنا السلطة بتاعتي اتغرفت خلاص. نرجع نعلي تاني علشان نقلب بقى، تاخد خلاص اخر تشويحة عشان نقلب. هنا الاكلة ديت احنا ممكن ناكلها لو على الناس بتوع الدايت ممكن ياكلوها بشريحة سمن او او برغيف سمن كامل، مفيش مشكلة يعني. ممكن تتاكل برز ابيض او رز بسمتي، وممكن تتاكل كده حاف، يعني حسب كل واحد برغبته. يعني والله او بمعلقة كده، وطبق السلطة ده حاف وحتة البانيه لطيفة جدا وكويسة قوي. نقلب. بسم الله. هنوطي برضو شوية عشان الناحية التانية برضو تستوي كويس. هنعلي عشان خلاص تاخد اخر بقى، اخر صدمة ليها عشان ننشلها، لان البانيه اصلا زي ما احنا عارفين ما بيحتاجش سوا كتير يعني، وخاصة المشوي. طبعا الريحة ما شاء الله اللهم بارك، يعني الريحة جميلة جدا تستاهل بقك والله. كده خلاص انا طفيت، وبنشل اول حتة، ودي بسم الله ادي التانية. هنا هو ده الشكل النهائي بتاع طبقنا. شوفوا والله يا جماعة ما خد 10 دقايق حرفيا يعني. يعني لو واحدة موظفة راجعة من الشغل مستعجلة او حاجة على طول. حطينا بس كده هو منظر كده من فوق على قطعتين البانيه مايونيز، وخلاص على كده اهو. ويا ريت الناس اللي بيعملوا دايت يا ريت يعني ما يلزموش نفسهم باكل كئيب والطبق كئيب وكل حاجه كئيبه. دلعي نفسك في شكل الطبق بحاجات بسيطه جدا، بانك انت هت هتضيفي لطبقك لمسه حلوه هتفتح نفسك،
ومش هتحسسك ان ده اجبار والزام وانك محرومه من الاكل. دي هتفرق معاكي جدا في النفسيه وفي انك انت تتقبلي الاكل الصحي بطريقه لطيفه. دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، ويا رب لما تجربوها آه، يعني تلقى اعجابكم. اشكركم واشوفكم في الوصفه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.